فهتخلي اللي قدامك يصدق لو جه في باله 1% انه دي عندها نقطة الضعف دي، انا ممكن استغلها، انا ممكن احكم عليها اصلا وما اتعاملش معاها تاني او اي حاجة، او حتى نظرة الشخص ليكي تقل تلقائي. هتعرفي تبصي على الشخص اللي قدامك بثقة وانتي بتتكلمي عن نقاط ضعفك على انها نقاط قوة. يا مساء الخير، اتمنى ان تكونوا بخير. اوقات كتير بنعدي بمواقف وبنغلط نفس الاخطاء كتير، ولكن مع كل مرة بنسامح نفسنا فيها ونقول المرة الجاية مش هنعمل كده تاني او هنحاول نحسن من نفسنا اكتر. بنتفاجئ انه طاقة التسامح دي اللي اديناها لنفسنا وطاقة التقبل اللي اديناها لنفسنا وقت الخطأ ظهرت في وقت من الاوقات كنتيجة. بدأتي تلاحظي نفسك في مواقف كنتي بتغلطي فيها وتدي رد فعل مش احسن حاجة، لأ، لأنك انتي قادرة تتحكمي في ردود أفعالك، قادرة تتحكمي في أفكارك، قادرة تتحكمي في مشاعرك، قادرة تديري الأصوات الداخلية الكتيرة اللي عمالة تتكلم جواكي. لأن انتي جواكي صراع، أي موقف سخيف يحصل حواليكي مثلا يبقى جواكي صراع، تردي ما ترديش، تقولي لها طب مش عارف ايه. زمان كنا اشخاص مندفعين في قراراتنا، او ممكن ما نسمحش لحد يقول علينا حاجه وحشه مثلا نروح ردين رد فعل سريع، وممكن الرد الفعل ده يخلينا احنا في موقف محرج او يخلينا مش في احسن حاجه. ساعات بيقولوا او كتير بيقولوا انه الصمت احيانا بيكون قوه، وازاي تتقني هذا الصمت ده اللي بيحتاج منك انك تعرفي ازاي توظفي اصواتك الداخلية مع نفسك، وتعرفي تتعاملي مع المواقف المحرجة، وتعرفي تسامحي نفسك على اخطاء الماضي، وتبداي انك انتي تشتغلي مع كل خطأ تحطيه وتقفي فوقيه، تحطيه وتقفي فوقيه. وده اللي بيخليكي تكوني انسانة ما عندكيش نقاط ضعف. طبيعي احنا كبشر يكون عندنا نقاط ضعف، وطبيعي ان احنا نضعف في اوقات كتيرة، او نبان في موقف مش احسن حاجة في اوقات كتيرة، او نتحرج او نغلط او نعمل حاجات كتيرة جدا. ولكن الفرق ما بينك وما بين حد تاني واعي، او ما بينك وما بين نسختك اللي انت ان شاء الله هتوصلي لها، هي انك بتشتغلي على نفسك، انك تتقبلي نقاط ضعفك، وحتى لو بانت للشخص اللي قدامك او الاشخاص اللي قدامك انت بتتعاملي معاهم يوميا، انت عارفة كويس قوي ان انت هتحسني نقطة الضعف دي ازاي. فهتخلي اللي قدامك يصدق لو جه في باله 1% انه دي عندها نقطة الضعف دي، انا ممكن استغلها، لا، انا ممكن احكم عليها اصلا وما اتعاملش معاها تاني او اي حاجة، او حتى نظرة الشخص ليكي تقل، اوكي، في الاحترام، في الطريقة، في اي حاجة. تلقائي هتعرفي تبصي على الشخص اللي قدامك بثقة وانتي بتتكلمي عن نقاط ضعفك على انها نقاط قوة. اتمنى تكوني فاهمة قصدي، وان شاء الله هحاول اتكلم عن الموضوع بشكل اكثر تفصيلا، عشان انا عارفة ان الموضوع شوية دخل في كذا حاجة، ولكن كلها بتعبر عن حاجات كتيرة بتدور جوانا كل يوم. بشكرك على حسن الاستماع، ولو عندك اي سؤال ظهر من خلال كلامي اكتبهولي، وان شاء الله نتكلم عنه اكتر في الحلقات اللي جاية. بشكرك واشوفك الفيديو جاي على خير. الى اللقاء.